من الاكلات اللي بحب اعملها جدا في العيد وانا خارجه انا والولاد. يلا بينا نعملها، بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دي بقى اللحمه اللي هي البفتيك او اي قطع لحمه. انا والله ساعات بكون مطلعه قطعه كده صغيره، اروح مطلعاها وهي مجمده نص تجميده كده واقطعها قطع صغيره، وبستعملها برضو استعمال شاورما على فكره. ما دام اللحمه صغيره وبتستوي بسرعه خلاص اشتغلي فيها. علي بقى نعمل لها بهارات بسيطه جدا. هتجيبي بصلايه وتضربيها في الكبه بتاعتك وهتاخدي منها الميه بس، والتفل هنستعمله في الكفته الحادي اللي بتطلع من ايدينا فظيعه. وبعد كده هتحط لها شويه ملح وشويه فلفل وشويه خل، مش اكتر من كده يا جماعه. ما تكتروش البهارات في اللحمه، بتطلع مش حلوه في الاخر. هتجيبي طاسه سخنه بقى على النار فيها معلقتين من الزيت ومكعب من الزبده، وتبداي تنزلي بكل الشاورما بتاعتك. اول ما تنزل الميه بتاعتها وطي عليها النار وسيبي اللحمه تستوي. بعد بقى لما تستوي معانا بالشكل ده، هتكوني انت محضره شويه بصل كده زي الشاورما بتاعت بره، ومعاهم شويه بقدونس او شويه فلفل حار. انا حطيت فلفل حار ومعلقتين من الطحينه، وقلبي كل الكلام ده واطفي النار على طول. بس طبعا سيبي البصل يدبل شويه قبل الطحينه. وبعد كده بقى هتاكلي احلى سندوتش شاورما وهتدعيلي بجد. حلوه قوي. شوفي السندوتش من بره بتجيبيه بكام، واحنا ما شاء الله عاملين 8 وكمان فاضوا معانا وبنص كيلو بس من البفتيك. جربوها يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير في فيديو جاي. سلام عليكم.